سلام سلام. رايحين اليوم ان شاء الله نديرو مع بعض كلاصاج تاع حلوة الطابع. كلاصاج يعني بسيط، مكونات بسيطة. عندي كمية انا كبيرة تاع حلوة الطابع، ما شكيش زوج باكيات رايحين يكفوني. اول خطوة نديروها نغربلو السكر تاعنا في صفاية. ملاحظة، السكر نغربلوه في الدقيقة اللي نكونوا رايحين نخدموا به الكلاصاج، هكذا باه نيفيتو الميديتي توشيه. نغربلو زوج باكيات تاع سكر. بهذا الكاس تاع لاتاي رايحين نديرو مع بعض العبار تاع السائل اللي نلمو به السكر. عندنا كاس تاع مزهر، كاس حليب، حليب ما يهمش يكون بارد ولا يعني ماشي شرط يكون طايب نورمال، وكاس تاع زيت. الزيت هنا للمعان، المزهر انا عارفين به للنكهه، والحليب يرجع لنا الطاليه تاعنا طريه. ونحتاج ايضا نص كاس تاع قارص. انا هنا 3 حبات تاع القارص اللي درتهم اللي درت الزست تاعهم في حلوه الطابع، درتهم عصرتهم. نخلطوا المكونات الحليب والزيت والمزهر نخلطوهم مع بعض ونلمو بهم السكر كلاصي تاعنا. السكر اللي هنايا كي نلموه ما نجروهش، نخلوه على شكل عجينه، نعجنوه مليح ما بين يدينا. وهنا سيدتي اليك الخط، بردي كلبك خرجي ساعاتك فيه في العجينه تاع السكر، خبطيها مليح مليح. يا حبذا لو كانت تدلكيها، انا ما كانش عندي الوقت والبلان دو طرافاي تاعي كان معمر على ذيك اللي ما قدرتش ندلكها. حاولت نعجنها في غير لهنا في البسينه هذيك. لموها مليح، نعجنوها جيدا ما بين يدينا، عجني وعركي مليح هكذا نعجنو. اللي عندها البيتخا تقدر هذه المرحله ديرها في البيتخا عادي، بالعكس تخدم لها يعني طليه ولا اروع. نعجنوها مليح مليح كيما راكم تشوفوا هنا. نبداو نضيفوا في القارص بشويه ونطلقوا في العجينه تاعنا في الكلاصاج. انا استعملت الكميه كامله هكذاك وبقات لي العجينه ناشفه ماهيش مطلوقه. كملت بالخليط تاع الحليب والزيت والسكر. نضربوها مليح ما بين يدينا كشغل رانا نخبطوا فيها كيما العجينه تاع المطلوع. شوفوا هنا ما زالت مخصوصة. القاعدة دايما باه نخرجوا ألوان يكونوا شابين، القاعدة تاع الكلاصاج نديروا لها اللون الأبيض. هنا أنا عندي اللون الأبيض الهندي، كي تروحي تشري قولي له اعطيني اللون الهندي تاع الهند، ألوانهم هايلة وتجيك كلاصاج بواحد بياض ناصع. نحاولوا ذاك البودر الغبرة تاع اللون نحلوها بشوية تاع ماء تاع مزهر والحليب والزيت وندمجوها مليح في الخليط تاعنا. انا راني نزيد غير بشويه. شوفوا يعني تحسيها كشغل تحسيها معلكه كيما حنا نقولوا، تحسي هذاك الكلاصاج تاعنا معلك. شوفي هكذا اني وصلت للقوام المطلوب. لهنا واش لازم ندير؟ نغطيها، ندير لها ساشي يكون يلامس السطح تاعها باه نتفاداو هذيك القشره. هنا قبل ما نغطيها شوفي خليتها واحد 2 دقائق 3 دقائق ارتاحوا. قيس ما خرجت لي هذوك الفقاعات، انا نحكم هذوك الفقاعات كامل نعبزهم بصبعي، نحي الهواء تاعها باسكو كي كنا نخلطوا في الكلاصاج بيدنا دخلنا كميه تاع هواء في الكلاصاج. ملاحظه ثاني قلت لكم، ملاحظه الكلاصاج تاعنا
ماذا بكم تخلوه يقعد أكثر من 3 سوايع، وأكثر من 3 سوايع. أنا خدمته هنا في الليل حتى الغدوة، من ذاك كنت رايحة نستعمله، نخلوه يريح، ومن بعد نستعمله كي نبغوا نخدموا اللون تاعو، نضيفوا له اللون اللي نكونوا باغيينه ونخلطوه مليح، نعاودوا نخلطوه. ممكن تصيبيه ناشف، زيدوا له شويه من هذاك الخليط، رايح يلوكا 2 مغارف ولا 3. هنا في نهايه الفيديو مبقى لي نقول لكم غير تبقاو على خير، تهلاو في روحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.